طلبت منه قلت له ارجوك ما تشتمش حد في برنامجي، انا ما اسمحش بده، وضيوفنا محترمين اللي هو حضرتك، وقلت استاذ كمال محترم وحياتك محترم، من فضلك يا استاذ كمال يعني عايز اعرف اثباتاتك ايه، او انت بتقول ان هو دلوقتي متهم وهو اللي طالب الجماهير بده، من فضلك قول لنا التصريحات دي شفتها فين او اتنشرت فين؟ انا هسمع حضرتك دلوقتي تصريح ليه بعد الماتش بيتكلم فيه عن الموضوع دوت يعني. معاك تسجيل؟ ايوه هايل، وهسمعه سمعني لحضرتك حالا، ويا ريت بعد ما يسمع هو الكابتن يرد تاني يعني. طب اتفضل شغل. واصل عند حضرتك؟ لا مش قوي، معلش حاول تعليه او مش عارفه تقربه، ده هو في التليفون بتاعك اكيد صح؟ طب ممكن بس اجهزه لحضرتك دقيقتين بالظبط وتكلميني تاني؟ طب انت سمعته دلوقتي، معلش قول لي التصريح بيقول ايه وكان فين، على قناه ايه او راديو يعني مش عارفه. يا فندم دوت تصريح ليه على اذاعه جول اف ام. ايوه ده موقع الكتروني ونزل له فيه التصريح صوتي، والتصريح ده الناس كلها هو كان بيتكلم من هناك والناس كلها نقلت التصريح دوت، مش انا بس يعني، انا ما بقولش كلام اعتباطا، انا عارف هو بيقول ايه يعني. تمام. يعني هو كلامه صريحة قال لفظ، قال ان هو بيطالب جماهير نادي الزمالك ان هي تعمل نفس الموقف اللي عمله الجمهور الافريقي. كويس. إيه؟ وانت دلوقتي بتقول انه معاك صوت كمان في جول اف ام. انا بجهز لحضرتك ثواني بس كده وهتسمعيه حضرتك حالا. طيب. والناس كلها هتسمعه. طيب. وبعد كده بقى اتمنى ان هو يرد تاني ويعرف مين اللي قليل الادب يعني. لا ولا هو ولا حضرتك، انا طبعا بعتذر لك على الكلام ده، لان انا ما اقبلش بصراحه ان ولا حضرتك يتقال عليك كده ولا هو برضو يتقال عليه كده. ف انا مش عارفه انت لسه معايا يا استاذ كمال؟ يا فندم انا مستني حضرتك دلوقتي، انا استني لحظه، انا معاكي. انا معاك. انت بتقول هتشغله ولا خلاص عشان الوقت؟ لا بجهزه لحضرتك ثانيه مع حضرتك اهو. طيب على ما تحضروا خليك معانا، ما تقفلش يا استاذ كمال، ما تقفلش وحضروا لغايه لما نرجع لك. دكتور احمد شيرين فوزي عضو مجلس اداره نادي الزمالك، مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا فندم. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. دكتور ايه يعني ايه اللي وصلنا للمرحله دي السيئه اللي احنا شفناها الحقيقه؟ ومش ما اقدرش اقول من الجمهور كله طبعا، لانه في جمهور محترم جدا، ولكن من المجموعه اللي نزلت وتسببت في الصوره دي. والله شوف حضرتك، انا بقالي 40 سنه بتفرج على كوره، عمر ما هو حصل في مصر اللي حصل النهارده. اللي انا بعتقده ان الحاجه دي مرتبه، يعني فئه مندسه هي اللي حصل هذا الموضوع. حضرتك سامعني؟ سامعاك يا دكتور، سامعاك. فدي فئه مندسه، لكن ما اعتقدش ده جمهور الزمالك. واخد بال حضرتك؟ دي فئه مندسه، كانت موضوع مرتب ومنظم، ان كانت كل حاجه كان في ناس منظمه، حتى التماريخ بتضرب في وقت واحد، التواريخ بتضرب في وقت، يعني انا بستغرب دي يعني. وبعدين اما نزلوا الملعب انا بستغرب بيضربوا تونس والزمالك. طب معلش يا دكتور، ايه حكايه لما بتقول لي قله مندسه، انت بتفكرني تاني بالوقت اللي كان دايما المتهم قله مندسه، ماس كهربائي، مختل عقليا. انا يعني انت 20000 ينزلوا، ولا شوف عدد قد ايه ينزلوا ويضربوا اللعيبه دول جماهير الزمالك؟ لا ما هماش كل جمهور نادي الزمالك، ولكن هم بعض من الجماهير المشاهده، ما اعرفش هم جمهور ايه بالظبط طبعا، هل هم زملكاويه فعلا ولا لا ما اعرفش. يعني هل ده يعقل اللي حصل ده النهارده؟ ده تقولي جمهور ينزل يضربوا اللعيبه ويضربوا لعيبه تونس على ايه؟ دي مباراه كوره. اولا احنا حضرتك المباراه احنا ضيعناها بنفسنا، يعني ضاع مننا 4 اجوال، كان ممكن يبقى الفرق حوالي 5. ودي كوره، دي كوره، مكسب وخساره طبعا. ايه المشكله؟ اكيد. ايه المشكله يعني لو احنا الماتش انتهى على 2؟ ايه اللي حصل في الدنيا؟ ما احنا بنخسر في اي مباراه، دي كوره، ممكن فرقه كبيره تخسر من فرقه صغيره. فانا يعني انا المنظر نفسه اتاثرت، انا كنتش قادر امسك نفسي واعصابي انهارت. في حياتي ما شفت هذا المنظر. ليه كده؟ ليه نخلي منظرنا وحش قدام العالم كله؟ طيب بعد اذنك يا دكتور، يعني انا متفقه مع كلام حضرتك بتقوله اكيد، خليك معانا يا دكتور احمد شيرين فوزي عضو مجلس اداره نادي الزمالك ارجوك، لانه الاستاذ كمال محمود الناقد الرياضي والصحفي باليوم السابع معاه حاجه عايز يسمعها لنا، تصريحات وعايز اردك عليها. اتفضل يا استاذ كمال. مع حضرتك يا فندم. سمعنا اتفضل. واحد الكوره جايه له كوره خطر، رجع له المفروض يشيلها، واحد جاي جوه، واحد جاي له الجول بتاع الواحد، وغير اللي جاي ما ينفعش. انا زي ما قلت الديمقراطيه والحريه مش كده، الديمقراطيه مش نظام التزام. تمام كابتن في هيصه جمهوري وفي الملعب دوشه، وان شاء الله
وان شاء الله ده هيتعمل في مصر، هيتعمل في مصر. انا بقول لجمهور الزمالك نفس اللي اتعمل هنا لازم يتعمل في مصر، عشان رغم ان احنا امكانياتنا عاليه كمان، امكانياتنا الفنيه ان شاء الله على مصر ان شاء الله تقدر تجيب اكتر من 2 و3 و14. ايوه يا فندم. ايوه يا استاذ كمال. اعتقد يعني كده مفيش اي مبرر ان الكابتن ابراهيم يقول اللي هو قاله يعني، واتمنى ان هو يرد عليه تاني يعني. تمام يا استاذ كمال. واعتقد ان انا كده يعني كاعلامي حقي ضاع قدام واحد يعني مش مقدر مسؤوليه المنصب اللي هو بيتولاه في نادي بحجم نادي الزمالك يعني. تمام. انا بشكرك طبعا يا استاذ كمال، وارجع واقول انه مرفوض ان حد يتشتم عندنا هنا في البرنامج، وانت سمعتنا يعني، او على الاقل سمعتنا مصدر اللي علشانه بتقول الكلام ده، وعلشان كده برضو يعني مش عارفه اقول ايه. عموما حق الرد ايضا مكفول ومحفوظ للكابتن ابراهيم حسن. دلوقتي الاستاذ كمال محمود نائب رئيس القسم الرياضي باليوم السابع سمعنا حوار بيقول ان هو بيقول ان الحوار ده للكابتن ابراهيم حسن، وان ده كان موجود على إذاعة جول FM على الإنترنت. الكلام ده على مسؤولية الأستاذ كمال محمود، وبيقول إنه التسجيل موجود معاه بالفعل. الدكتور أحمد شيرين فوزي، رد حضرتك إيه على اللي إحنا سمعناه دلوقتي؟ ماذا صحة الكلام ده كمان؟ هو بيقول إن الكابتن إبراهيم حسن قال حديث يعني بيثير كما سمعت انا سمعته بيثير الجماهير، مش كده برضو ولا ايه؟ هو سمعنا مقطع كان الكابتن ابراهيم بيقول للجمهور عندنا يعمل كده. هو بيقول ان ده الكابتن ابراهيم كان بيقوله على جول FM. ما بقول لك هو بيقول لك الكابتن ابراهيم. انا بقول لحضرتك الموضوع ده انا وجهه نظري الموضوع ده منظم من فئه مندسه في وسط الجماهير اللي عامله هذا، ان دي عباره عن اساءة لمصر، ما اساءتش الناس الزمالك، دي اساءة لمصر كلها. يعني انا اعتذرت للوفد التونسي كله، واخد بالك، فردا رحت بص دماغ كل واحد فيهم وقلت لهم احنا متاسفين، ودي مش مصر اللي بيحصل فيها كده. ده اللي اقدر اقوله. لكن طب تفتكر يا دكتور احمد ايه اللي المفروض يتعمل في الفتره اللي جايه بحيث ما يتكررش المشهد ده تاني؟ لانه ما حدش فينا بصراحه يقبل انه يتكرر. طبعا وبعدين حضرتك احنا هنعمل جلسه ان شاء الله مجلس اداره، بس الفرقه مسافره بكره بعد ما هترجع، وهناخد قرارات حاسمه مع اعتقد مع كل الجهات، وخصوصا مع الفرقه ان شاء الله. ربنا ان شاء الله. بشكرك دكتور احمد شيرين فوزي عضو مجلس اداره نادي الزمالك. يعني بفكركم مره ثانيه اللي احنا شفناه